هلو خليني اخدكم معايا جولة في يومي وبعمل ايه. اول حاجة صحيت على الساعة حوالي 10 كده، عشان مش دايما بروح المدرسة فبصحى براحتي. وبعد كده اتوضيت وصليت، وبعد ما صليت فتحت الشباك عشان الأوضة تتهوى. دي عادة بعملها كل يوم. وبعد ما فتحت الشباك ونفضته بدأت ان انا اروق الأوضة عشان اقعد فيها وهي نظيفة. حاجة مهمة جدا انك تروق اوضتك اول ما بتصحى، تتوضى وتصلي وتروق اوضتك. اذا كنت ولد او بنت فلازم تروق اوضتك او سريرك، لان مش واجب على مامتك ان هي تروق لك اوضتك، عشان ده انت اللي بتبهدل، فبالتالي انت المفروض تنضفه وتنضف مكانك. فخلوها عادة في يومكم كده انكم تروقوا مكانكم. حتى لو وراكم مليون حاجة فلازم برضو تروقوا سريركم قبل ما تعملوا المليون حاجة دي. وبكده اكون خلصت الحمد لله ترويق الاوضه. وبعد كده بقى في فتره الاهتمام بالنفس، يعني حاجه بسيطه كده، بدات ان انا ارطب بشرتي. ويعني مش لازم تهتمي ببشرتك ب500 الف جنيه، بالعكس خالص، لو اهتميتي ببشرتك بحاجات بسيطه ده هيفرق معاكي. حتى لو عندك كريم واحد بس وظبطي عليه كل يوم، دي في حد ذاتها حاجه جميله جدا. وبعد بقى ما خلصت الصلاه والترويق وكل الحاجات دي، نيجي بقى نعمل فطار. يلا بينا. واحلى عاده في يومي اني بكتب كل الحاجات اللي عليا خلال اليوم، لانها حقيقي بتفرق معايا جدا وبتظبط لي اليوم كمان، وبحس ان انا كده ماشيه منظمه. وبعد بقى ما خلصت كتابة المهام اللي عليا، بدأت ان انا اذاكر وارتب كل حاجة في ميعادها. ودلوقتي بقى هعمل اكتر حاجة بتسألوني عليها، واني ازاي بذاكر اونلاين. فيلا بينا نشوف ازاي بذاكر اونلاين. وطبعا حضرت التاب وكشكول عشان اكتب ورا المستر الحاجات المهمة، وقليمة كتير عشان اشكل، وكمان الكتاب اللي انا هذاكر منه. دلوقتي بقى شغلت الدرس اللي كان عليا ان انا المفروض اذاكره يعني، وفتحت الكتاب عشان اشوف كل الحاجات اللي المستر بيقولها واعلم عليها، عشان اشوف مثلا هو قال ايه وما قالش ايه وكل الحاجات دي. وكمان جبت كشكول عشان انا كل حاجة هو قالها. وكمان اي دروس بتاخدوها اونلاين مش لازم اليوتيوب بس، اي مذاكره اذا كانت على اي منصه او اي حاجه، لازم تعملوا الحاجات دي كلها عشان تعرفوا تذاكروا بعد كده. ومش معنى انك خدت الدرس اونلاين يبقى انت كده ذاكرته، ده خطأ كبير جدا. لازم تسمع الدرس اونلاين وبعد كده تذاكره اكنك رحت الدرس وجيت. وبكده الحمد لله خلصت الدرس. بعد كده بقى بصيت للسما، بجد سبحان الله، اكنها لوحه فنيه. والسما اصلا بتاعت الشتاء بتبقى حلوه قوي قوي، فيعني قولوا سبحان الله. دلوقتي بقى هذاكر انجليش، عليا مذاكره كتيره جدا وجرامر وكلمات متراكمه وكل الحاجات دي. فقلت ان شاء الله هذاكر انجليش، وفي نفس الوقت هوريكم ازاي بذاكر انجليش، عشان ناس كتيره جدا طلبته مني. وازاي شادي بتذاكر انجليش واحنا يعني، وكمان مستصعبين الامر، مستصعبين الانجليزي. وفي ناس كتيره جدا 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 يعني اللي هي ولا بتحب الانجليش ولا بتروح الدروس ولا بتذاكر ولا كل الحاجات دي. بس ده هيأثر عليك كتير جدا، لان يعني كمان مش كل الحاجات اللي احنا بنحبها بنذاكرها بس. لازم نذاكر انجليش. وكمان يعني مترتب علينا كتير، ادبي علمي كل الحاجات دي فيها انجليش، فلازم تذاكروها ولازم تحبوها. فيلا بينا نشوف انا بذاكرها ازاي. اول ركن في الانجليزي وهو مهم جدا وهو حفظ الكلمات. حفظ الكلمات شيء مهم جدا وشيء اساسي في الانجليزي، بتعرف تحل منه، بتعرف تعمل كل حاجه منه. فلازم تحفظ كل الكلمات بتاعه اليونت عشان تعرف تحل. ولو في كلمه كبيره عليك مش عارف تحفظها، جزأها لكلمتين او 3 كلمات كمان عشان تعرف تتذكرها. اما بقى الجرامر فانا جبت لك الخلاصه. انت مثلا بتروح الدرس، المستر بيكتب حاجات على السبوره، بيكتب مثلا جرامر على السبوره، فانت تصور سبوره واول ما تروح تكتب كل الحاجات اللي هو كتبها، زائد بقى انك تذاكر من الملزمه او الكتاب اللي هو مديهولك، زائد الكشكول ده. حقيقي دي الزتونه، خلاص انت كده هتقفل الامتحان. وطبعا زائد الحل كتير. وطبعا انا كنت زهقت خلاص، فقلت بقى هعمل الكوفي كده وهقعد في الرواقه شويه، وبعد كده اكمل باقي المذاكره.
وطبعا بقى خلصت الكوفي بتاعي وكملت بقيه المذاكره. وبعد ما بخلص مذاكره بعمل اي حاجه انا بحبها، طبعا انا بقرا كتاب، وكنت منزله كتاب جديد كده على التاب وفضلت اقراه في روقان كده. وبس كده. وانتوا كمان لازم تعملوا اي حاجه بتحبوها قبل ما تناموا او بعد ما تخلصوا مذاكره عشان تفصلوا عن اليوم. واخر حاجه بعملها في يومي اني باخد شاور وخلاص كده، وتصبحوا على خير.